مش هيبقوا لعيبه دوليه الا لما تستغنى عن المحترفين. انما طول ما انت علشان ياخدوا فرص بس افضل. بس هو بص، ده في ناس ما كانتش يعني طول ما هو ما بياخدش فرص مع المنتخب هتقول عليه مش دولي. ما هي دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هم اخترعوها اللي قبل كده، عشان ان هو لما ما يكونش له مزاج ان ياخدك يقوم جاي ايه ده مش لعيب دولي بالظبط كده. عشان ايه؟ واحنا عندنا هنا الجماهير للاسف بتصدق في ثانيه. مشكلتها يعني ما فيش حاجه اسمها لاعب محلي ولاعب خالص. هي الفكره انك انت لما اللاعب ياخد ماتشات كتير الله ينور عليك فتقدر تحكم عليه هيبقى دولي. يعني انا هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه. طارق حامد بدأ في المنصوره، راح منتخبات شباب؟ لا. طيب بعد كده راح سموحه، راح منتخب اول؟ لا. راح من خلال ايه؟ الزمالك. اذا ان هو لما احتك في افريقيا مع الزمالك وبدات المنتخبات تاخده وبداوا يلاعبوه بقى ايه؟ بقى واحد من النجوم اللي انت طالبت بيهم ان هو يرجع. صح. وانا ضدك. ليه؟ لان احنا لو رجعنا للقديم يبقى مش هتشوف جديد. خلي بالك. بس في مراحل يا كابتن حبيب قلبي الكلام ده لابو تريكه، للخطيب، لطاهر ابو زيد، اللي ده اللي ممكن تقول ايه ده مش هيتكرر تاني. انت من يوم ما الخطيب بطل شفت زيه؟ ده ولا هشوف. طيب طاهر ابو زيد بطل شفت زيه؟ لا ولا هشوف. ابو تريكه بطل شفت زيه؟ ابو تريكه لعيب كبير يعني. لا شفت زيه؟ حد جه زيه لغايه دلوقتي؟ لعيب كبير لا لغايه دلوقتي لا طبعا. يعني اذا الناس اللي هي عندها الحلول دي والموهبه الربانيه ده اللي تمسك فيه بايدك واسنانك. صح. زي ميلا. بس حلو قوي. مين بقى عندك عنده الموهبه اللي هي بتاعت يعني اللي زي رضا عبد العال، زي وليد صلاح، زي الناس انت عندك حازم امام. انت عندك بس اقل. انا مش شايفها كابتن. لا معلش والله العظيم بص باستثناء شيكابالا. لا ده انا عندي مشكله ان يعني شيكابالا ده لما هيعتزل الناس بجد اللي بتهاجمه هي هتشوف اصلا الفرق فعلا. ايوه لان ماشي. مفيش وجه مقارنه ما بين شيكابالا واي لاعب تاني. اللعيبه الموهوبه دي لما بتبطل ما بتشوفش حد زي تاني. بالظبط. فانا بقول لك ايه، هو ده اللي انت ترجعه تاني. يعني ترجع اللعيبه اللي هي الموهوبه اللي انا قلت لك عليهم. واخد بالك ليه؟ يعني معنى كده ان يرجع عبد الله السعيد؟ لا عبد الله السعيد مش هو زي دول. ايوه لا بس لا كلاعب كبير. لا كلاعب كبير بقى انت عندك 2 أو 3 في الحته دي ممكن تستفيد منهم وتديهم الخبرات اللي انا بقول لك عليها والماتشات، اللي هو قفشه، ناصر ماهر، احمد حمدي. شفت احمد حمدي ده؟ لعيب كويس طبعا. ده لسه بقى كمان لما ايه يستوي بقى كده وياخد ماتشات ويبقى فيه ثقه بينه وبين جماهير الزمالك وبعد كده وناصر ماهر لعيب كويس. واخد بالك؟ ما انا كان نفسي بقى ايه، انت ما تاخدش كوكا وكنت خدت ناصر ماهر بعد الشويه اللي نزلهم في ماتش الاهلي والزمالك زي ما خدت مين؟ قفشه ربنا وفقه، عمل جون وجاب جون، الثاني عمل بس ما جاتش. يعني اذا ان ده دوره مهم وده دوره مهم. بس ده ما ترجمش الاهداف. واخد بال حضرتك؟ فانا بقول لك ايه، انا لما اخد الاثنين دولت احسن ما اخد الاربعه في نص الملعب جرايين بس وعفياجيه بس وفواعليه وبس. الكره بقت هنا، انت دي بروين ده بيقوم جاي عامل لك في ثانيه باص زي قفشه ما نزل وعمل لك باص جون. احنا انما الاربعه الفواعليه دول صعب. كبيرهم ان يقطع الكره ويدي للي جنب او اللي ورا. فانت عشان كده كورتنا مسخه، كورتنا ضايعه. انت دلوقتي لو عندك واحد زي في الملعب زي قفشه وقاعد له ناصر ماهر واحمد حمدي، اقسم بجلاله الله الثلاثه هيموتوا بعض عشان ان هم يخلوا شكلك حلو. اللي هينزل هيبقى مركز اشمعنى قفشه، اشمعنى احمد حمدي، اشمعنى ناصر. هو ده التنافس اللي بيخلي فرقتك. ولازم تلعب بصانع العاب، لازم. انا ما العبش بقفشه يا حبيبي ماشي. ما هو شوف الاثنين اللي ورا بيبصوا له ازاي يا اسلام، ده بيمسكوا الكره ويرجعوها لورا. لازم يعني انت عايز الاثنين اللي ورا دول يبقوا مين؟ اللي جنبيه. لا ايوه ما انا فاهم، الاثنين اللي وراه على طول يبقى واحد بس. اللي هو اي حد بقى من اللي هو يحبه، اللي هو شايف ان هو ينفذ له طلبه. مع انا لو منه والله ما العب بحد من دول خالص. انا هلعب بالراجل اللي هو ينقل لي الهجمه من الديفنس ويوديها لي بسرعه في اسرع وقت للحته اللي هي وليكن كوكا. تخيل بقى بس لما يكون سليم. ليه؟ لان هو بيبص لقدام على طول، فهيبقى عنده الرؤيه ان فانت عايز تلعب. بس حسام برضه عنده نفس الفكر بتاع حضرتك ده يا كابتن رضا،
ان هو بيلعب عايز يلعب بطريقه هجوميه، بس في نفس الوقت هو جاي في مرحله صعبه جدا بالنسبه للمنتخب. لا ما ولا صعبه ولا حاجه، ده جاي من فوق وجاي يعني كل لا الدنيا. انا بكلمك على اداء، سيبك من الكلام ده، بكلمك على الامكانيات وقدرات اللعيبه. والله العظيم هو لو عمل اللي انا بقول لك عليه ده ولعب اللعيبه الصغيره ده ما حدش يقدر يفتح بقه. عارف انت لو ساندته وبطلت تنتقده كده 24 ايوه ليه؟ ساعة، لان بيلعب لا بطريقه غلط. ربنا سبحانه وتعالى والله بيلعب بطريقه غلط. هيكرمنا